يؤتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم وقد أتيتم الآن من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالعافية. لك الحمد أن أرسلت إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفتنا به. لك الحمد على ما أنزلت عليه من الآيات والذكر الحكيم. لك الحمد أن خصصتنا به من بين الأمم. لك الحمد على ما شرفته به من أنواع التشريف وما أنعمت به عليه من أنواع النعم. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقر عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تبلغه سلامنا ومحبتنا ونصرتنا وولاءنا. اللهم بلغ عنا نبيك صلى الله عليه وسلم عن مجلسنا هذا وعن نصرتنا له ومحبتنا له وعن ولائنا له يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أننا نحبه فأدم علينا حبه وأتممه علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم زدنا محبة لك ولدينك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا بدينك وانصر دينك بنا. اللهم أعل بنا كلمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا في قرة عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من إخوانه إذ لم تجعلنا من أصحابه. اللهم اجعلنا من إخوانه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته. اللهم ارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته. اللهم علمنا سنته وسيرته وألهمنا اتباع ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا أجمعين اتباع سنته وسيرته يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى مرضاته يجعلنا في قرة عينه يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل عليه السرور عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم أره في أمته ما يسره يا أرحم الراحمين. اللهم اقف بنا آثار أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. اللهم اقف بنا آثارهم وخذ بنواصينا على طريقهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا ما ألهمتهم من الإيمان والعمل والجهاد والإخلاص والصدق يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما علمتهم وانفعنا به يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ذرياتنا وأهلينا من أتباع رسولك صلى الله عليه وسلم والناصرين له والمعلين لكلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على كل من ناوأه وعاداه. اللهم إنا نسألك أن تحل بهم سخطك وعقوبتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا.
اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسولك ويزدرونه. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم سخطك وعقوبتك يا قوي يا متين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أنزل بهم اليوم قارعة من عندك يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم قارعة من عندك تأخذ بها الذين يعتدون على رسولك صلى الله عليه وسلم ويزدرونه. اللهم أنزل بهم المثلات، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم وفق ولاة أمورنا لنصرة رسولك صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه ولإعلاء كلمتك ونصرة دينك. اللهم خذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأدم وحدة كلمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بنا دينك وأعل بنا كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق تجار المسلمين لمقاطعة بضائع أعداء رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك حببت إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وزخارفها، اللهم فأصبهم فيها وابتلهم فيها بلاء عظيما. اللهم أنزل بهم فيها بلاء عظيما يا قوي يا متين. اللهم ما حببت إليهم من أمر هذه الحياة الدنيا فأرهم فيه ما يسوءهم يا قوي يا متين. اللهم وفق جميع المسلمين لمقاطعة بضائعهم يا قوي يا متين. اللهم وفق جميع المسلمين لنصرة رسولك صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا أجمعين من الصادقين المخلصين، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وألهمنا السداد والصواب، واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا أجمعين، وضاعفه أضعافا مضاعفة وتقبله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ضعفنا وعجزنا وتعلم مبلغ جهدنا وطاقتنا. اللهم فتقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا في الكثير. اللهم تقبل منا أجمعين بالأضعاف المضاعفة يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا السداد والصواب، وخذ بنواصينا إلى الخير يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.